انت متزوجة عرفي؟ اتجوزت مرة. اتزوجتي مرة واحدة عرفي؟ ايوه خلاص. في كل الاديان جواز عرفي. يا لا، مفيش حاجه في الدنيا اسمها جواز عرفي في الدين المسيحي. قعدت عملت سيرش وشفت لقيت انه برضو ده حرام. القصه دي كلها اللي حصلت تساوي زنا او تساوي الموضه الجديده اللي ناس كتير طالعه بتتكلم فيها وتقول لك المساكنه. ما عشتش قصص حب كتير في حياتي، طبعا عشره محترمه جدا وعندنا اولاد. في الدنيا اللي يحب اللي يضرب مراته مستحيل. انت ما بتشتغلش، في اللي طالع يكذب عليهم وبيقول لهم انا بشتغل. يا راجل عيب، ده انت جبت راس الرجاله الارض. بس احنا مش عربيه اسعاف ننتقل من تلقاء نفس، احنا مكتب محاماه. فيا ام خالد ممكن حضرتك تتفضلي وتجيلنا او حتى تكلمينا في التليفون. السلام عليكم متابعينا، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. فضلاً اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، فهذا دعم كبير لنا لنستمر في تقديم محتوى مميز. دعونا نبدأ. يبدو أن هناك جدلاً كبيراً حول حلقة نزار الفارس التي استضاف فيها الفنانة عايدة رياض. الأسئلة الجريئة التي طرحها الفارس حول حياة عايدة الزوجية، خصوصاً بعد أن كشفت عن زواجها العرفي. ردود فعل مروة صبري التي انتقدت عايدة واتهمتها بالزنا أو المساكنة. شاهد. انت متزوجة عرفي؟ اتجوزت مرة. اتزوجتي مرة واحدة عرفي؟ ايوه. بس انت مسيحية، الديانة المسيحية بيها عرفي؟ طبعا في عرفي في كل حتة. اوكي خلي ده افتهم. طبعا في عرفي. طبعا في عرفي بالديانة المسيحية. في عرفي. نقول المسلمين يتزوجوا عرفي، انتم تتزوجون عرفي؟ هو العرفي بمعنى ايه؟ والله ما العرفي إن بمعنى انك انت بتقول لك يعني زوجتك نفسي وتبقى مخلص لهذه الفترة اللي انت فيها وخلاص. بس اي حاجة طبعا سهلة. في ورقة بتتكتب برضو يعني. ورقة تنكتب؟ بس الورقة دي بتنكتب عشان هتودينا بداية والله العظيم. خلاص. في كل الأديان جواز عرفي. زواج قدام 10 سنين. ولكن الكلام ده يعاقب عليه القانون، ودينيا حرام. مفيش الكلام ده. الدين المسيحي ما فيهوش عرفي، ما فيهوش طلاق اصلا، ولو في حتى طلاق بيبقى فيه اجراءات تانية بتتعمل عشان يحصل طلاق. يعني القصه مش سهله. انا كلمت ناس كتير من اصدقائي المسيحيين وسالتهم، قلت لهم يا جماعه هو الجواز العرفي في الدين المسيحي موجود اصلا مطروح؟ قالوا لي لا ده حرام، ده زنا. قلت لهم يعني ايه زنا؟ قالوا لي يعني زنا. مفيش حاجة اسمها كده، هو يا جواز يا لأ. مفيش حاجة في الدنيا اسمها جواز عرفي في الدين المسيحي. قعدت عملت سيرش وشفت لقيت انه برضو ده حرام. القصة دي كلها اللي حصلت تساوي زنا او تساوي الموضة الجديدة اللي ناس كتير طالعة بتتكلم فيها وتقول لك المساكنة. ان انا ابقى عايشة مع واحد حياة كاملة متكاملة، 2 متجوزين في بيت واحد ولمدة 10 سنين، حياة حرام، زنا، مساكنة زي ما بتتقال، زي المصطلح اللي بيتقال دلوقتي. يبدو أن الفنانة حلا الشيحة قد قررت العودة إلى الأضواء بعد فترة من الابتعاد عن الفن، لكن السبب وراء ذلك قد يكون صادماً للمتابعين. الكاتبة إنجي علاء صديقة الفنان يوسف الشريف تتحدث عن علاقتهما قبل وبعد الطلاق. شاهد. ما عشتش قصص حب كتير في حياتي to be honest. انا اتجوزت ابو ولادي وكنت بحبه، قعدت سنين معاه 12 سنه، خلفت منه 4 ولاد جمال وبعد كده انفصلنا لاسباب كتيره يعني. بس الحمد لله احنا اصدقاء جدا. وبعد كده بعدها بسنه، بعد طلاقي انفصالي بسنه، حسيت ان انا محتاجه يعني اكون مستقره اكتر عشان اعرف يبقى معايا ولادي في مصر هنا مش في كندا. وكان في تفاصيل كتيره الناس ما تعرفهاش. الناس بتحكم دايما من اللي هي بتشوفه لقطه يعني. قصتي على فكره شبه بنات كتير. هقول لك ليه. احنا في العالم العربي كلنا دين عندنا جزء اساسي فطري احنا اتربينا عليه كلنا. دايما الصراع عند البنت اتحجب او ما اتحجبش، او انا بحب ربنا بس انا بحب اشتغل هنا. بس خلينا واقعيين يعني، دي الحقيقه، ده الواقع. فانا واحده شبه ناس كتير يعني. انا في ناس كتير بتقابلني بتقولي حلا انا حصل لي زيك بالظبط. ببقى عندي دايما ديبيت بين طب ابقى كده ولا ابقى كده، بس انا بحب ده. هو ده ما يتعارضش مع ده باي ذا واي، بس احنا للاسف برضو فهمنا حاجات غلط. طبعا عشره محترمه جدا وعندنا اولاد ولا واحنا كمان احنا علاقتنا كويسه جدا واصحاب يعني طبيعتنا مش بتاعت مشاكل ولا حاجه، هو كله نصيب. وانا كمان طبعا كل راي الناس كله فوق راسي يعني. هم عاشوا معانا سنين طويله يعني زي اخواتي يعني. ضربها أم لا؟ رد صادم من طليق أم خالد على واقعة سحلها وطردها. يبدو أن قصة طلاق أم خالد لن تنتهي عند المأذون، ولكن من الواضح أنها ستذهب إلى ساحات المحاكم. شاهد. يا جماعة في حد في الدنيا
في حد في الدنيا بيحب اللي هو يضرب مراته؟ مستحيل. انا بقى يا جماعه اتكلمت ما فيه الكفايه، اتكلمت مع ابوها ومع الدنيا كلها، مع العيله كلها، مفيش حد بيقدر عليها، بتشتم اي حد. انت ما بتشتغلش، اقسم بالله وحياة عيالي ومصحف ربنا. هات المصحف اللي طالع يكذب عليهم وبيقول لهم انا بشتغل، قولوا له انت بتشتغل ايه؟ هات المصحف. الست ام خالد الكمل حلم اغلب الرجاله اللي بتصحى الساعه 2 بالليل تعمل سمك وجمبري، ويوم ما يعني تحب تعمل سناك خفيف كده، تحشي محشي ولا تعمل صينيه صدق، بوظت رجيم مصر كلها وخلت كل الرجاله يعايروا كل الستات علشان ما بيصحوش يحشوا محشي ويعملوا صدق ورنجه الساعه 2 بالليل. الست الكمل دي بتاعت زوجي قرة عيني ومطبخي مملكتي والحاجات الحلوه دي تتطلق، ويوم ما ترجع تتضرب وتتهان وتتبهدل. يا راجل عيب، ده انت جبت راس الرجاله الارض. بس مش معقوله نص الفانس بتوعك يبعتولي اقفي جنب ام خالد. يعني احنا ما عندناش مانع يا جماعه، بس احنا مش عربيه اسعاف ننتقل من تلقاء نفسنا الى انقاذ الجرحى ويعني وضحايا الحرب الاسريه. احنا مكتب محاماه، فالناس هي اللي بتجيلنا وتطلب المساعده. فيا ام خالد ممكن حضرتك تتفضلي وتجيلنا، او حتى كلمينا في التليفون او نعمل زوم ميتنج. صحيح احنا اتعابنا ممكن تبقى غاليه شويه، بس عندنا نسبه ممكن نعملها على سبيل الجدعنه، او احنا ممكن نقبل منك اتعاب مختلفه، يعني نبقى كرييتيف، يعني صينيه صدق من اللي كنت بتعمليها، طقم محشي، اكله اسكندراني كده سمك وجمبري، يعني برضو ايه ممكن يعني. بس حضرتك اللي لازم تتواصلي معانا لو انت عايزه مننا اي مساعده، ومش هندق قوي على الاتعاب يعني.